ازاي احول شخصية من شريرة للطيبة؟ عزيزي الكاتب، خليني احكي لك في نصيحة ال41 للكتاب. بس عشان اقدر الم لك كل تصنيفات الروايات فانا محتاجة اقسم الموضوع لحاجة من اتنين. يا اما ان احنا بنتكلم على كائنات مفكرة، يعني انا بتكلم على بشر اقزام عمالقة، من الاخر كده ناس بتفكر وبتاخد وتدي معاك. يا اما ان احنا بنتكلم على كائنات غير مفكرة، يعني حاجة بتكون مثلا شريرة بطبعها، غريزتها هي اللي بتحركها، حاجة اقرب للوحوش مثلا. طيب، لو انا بتكلم دلوقتي عن اكيد الجزء الاصعب وهو الكائنات المفكرة، يعني بتكلم عن بشر مثلا، فالموضوع او زتونة الموضوع لازم يعدي فيها 3 حاجات. اولا، كشف الحقيقة، يعني في دلوقتي حاجة غلط هو مصدقها، هيكتشف بعدها الحقيقة، دي حاجة. او ان هو مثلا في فكرة معينة هتتغير في دماغه، ان هو كان طول عمره بيؤمن بكذا، بعد كده هيكتشف ان لا، مش ده الصح، ده كذا هو ده الصح. او رؤية جديدة. يعني ايه رؤية جديدة؟ يعني انا دلوقتي ببص على مشكلة من وجهة نظر معينة، بس الحقيقة ان انا مفروض ابص عليها من وجهة النظر التانية برضو عشان اقدر اوصل للحقيقة الصح. طيب، الحاجة التانية هي النقطة الفاصلة. يعني ايه النقطة الفاصلة؟ يعني لحظة كده هيبدأ يواجه فيها نفسه، أو يواجه الكذبة اللي هو كان بيصدق فيها. الحاجة التالتة هو قرار التغيير، يعني هو قرر بقى ان كل اللي هو كان بيعمله قبل كده هيتغير لحاجة تانية مختلفة تماما بعد كده. عارفة ان الدنيا غالبا ساحت معاك، فخليني اديك مثال يفهمك الموضوع بالظبط عامل ازاي. دلوقتي حسين بتكره رأفت كره العام. ليه؟ لان هما صغيرين كانوا بيحبوا بعض، بس هي سافرت لفترة ما ورجعت لقيت ان هو اصلا خانها واتجوز واحدة تانية. طيب، عملت ايه عشان تنتقم منه؟ فتحت شركة، بقت غنية جدا لدرجة ان هي قدرت ان هي تستحوذ على الشركة بتاعت رأفت، فخلته يفلس. اتسببت في فضيحة لبنته في الكلية، وطردت ابنه من الشغل، ونبذت مراته من الدايرة الاجتماعية. يعني اخدت الانتقام بتاعها تالت ومتلت. قدام هتكتشف ان الحقيقة ان رأفت فعليا ما خانهاش ولا حاجة. ابوها الله يرحمه بقى وقتها كان بيكره رأفت. ليه؟ لأن رأفت ما كانش غني، يعني ما كانش واصل للمستوى الاجتماعي بتاعه، وكان شايف ان هو جوازها منه ملوش لازمة. هو كان عايزها تتجوز واحد تاني عشان يقدر من خلاله ان هو يوسع الشركة بتاعته. فلما هي سافرت، فهم رأفت ان هي سافرت تتجوز واحد تاني لان هو اغنى منه. المهم بما كده ما يعني رأفت فعلا صدق اللي حصل ده، فبالتالي قعد فترة زعلان ومتضايق ومش عارفة ايه، وبعد كده قرر ان هو يكمل حياته ويتجوز من واحدة تانية. النقطة الفاصلة بقى هتكون ايه؟ ان احسان قررت ان هي هتحرق مصنع ما. بعد كده اكتشفت ان بنت رأفت رايحة هناك عشان تجيب ورق معين لان هي بتشتغل مع ابوها في الشركة. فالبنت كده لو راحت هتتحبس جوه المصنع وهتموت حرقا، فهي هتروح تنقذها. دي النقطة الفاصلة اللي هي بتقرر فيها ان هي مش هتكمل الخطة الاولانية. يجي بقى بعديها قرار التغيير، ان هي قررت ان هي اصلا مش هتفضل زي ما هي، وانما هترجع لهم الشركة، هتحاول تصلح قدر المستطاع اخطائها، وتحاول تبدأ حياة جديدة. طيب، ماذا لو بقى عزيزي الكاتب ان انت بتتعامل في الرواية بتاعتك، مثلا هي كانت ساي فاي او حاجة فيكشن فانتسي، انت بتتعامل دلوقتي مش مع بشر وانما كائنات وحوش ومسوخ مثلا. الموضوع بيتقسم لحاجة من الاتنين، يا اما ان هم اشرار بسبب ان في حاجه معينه مسيطره عليهم، يا اما ان هم اشرار بسبب طبيعه او غريزه او حاجه شبه كده. طيب، لو هي حاجه مسيطره عليهم، كل اللي هنعمله انها هتدمرها. فلو هي مثلا باللور السحريه بتتحكم فيهم، لعنه، شريحه الكترونيه، ايا كان، يبقى احنا هندمرها وهم هيرجعوا لطبيعتهم الاولانيه، سواء ان هي كانت مسالمه او طيبه او عامه مش شريره. الحاجه التانية قلنا يا اما طبيعه يا غريزه، يعني هم طبيعتهم ان هي كائنات شريره، او غريزتهم مثلا بتخلي إن اي حد يقرب منهم يبقى هم عدائيين ضدهم، او مثلا ان البشر دول اكلهم، فهم خلاص يعني هتعمل لهم ايه. فالحاجه الوحيده وقتها هنا ان انت هتقتل الكائنات دي او هتبيدهم، فهتكون مثلا شبه فيلم اكشن كده، ان هو البشر ضد الكائنات التانية. طيب، هيجي اكيد سؤالك عزيزي الكاتب، ماذا لو ان انا عايزه اعمل العكس؟ يعني دلوقتي الشخصيه طيبه بس انا عايزه احولها لشريره. لو حابب تعرف ازاي تعمل حاجة شبه كده، فارجع للنصيحة ال39 للكتابة. وأحب أفكرك على السريع إن رواية لهيب التنانين دلوقتي متوفرة في دار نجمة القراء لو ليك في الفانتازيا والتنانين.